ففي زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه بلغت الفتوحات الإسلامية يعني مناطق ما يسمى بالاتحاد السوفيتي الآن، منطقة أرمينيا وآذربيجان، يقال آذربيجان ويقال أذربيجان. في تلك البلاد التقى جيشان عظيمان من جيوش المسلمين في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، جيش قادم من الشام وجيش قادم من العراق، وهناك صار بعضهم يسمع من بعض التلاوة. طبعا لكم أن تتصوروا جيشان يعني فيهم الثقافة فيهم يعني ليست واحدة، فيهم المطلع على القرآن العظيم، على بعضه على كله، قوي الثقافة ضعيف الثقافة، من يعتمد على الذاكرة. المهم قرأ رجل من أحد الجنود قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة للبيت، فقال له الآخر: بل وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا يقول للبيت وهذا يقول لله، واختصما. وكان ذلك على مسمع من صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفة بن اليمان كان من الصحابة بعيد النظر الذين ينظرون دائما إلى المستقبل يعني يستشفون الأحداث، لذلك كان يقول عن نفسه رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فسيدنا حذيفة صاحب النظر البعيد لما سمع بعض الصحابة بعض الجنود في تلك الغزوة يقول: وأتموا الحج والعمرة للبيت، الثاني يقول: بل وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا يقول: قراءتي أصح من قراءتك، والثاني يقول: بل قراءتي أصح من قراءتك، وكادوا يقتتلون من أجل هذا. هاله هذا الأمر فترك ساحة المعركة وعاد قافلا إلى المدينة المنورة، ولما لقي الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال له: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. طبعا ما عندنا تفاصيل في الرواية بعد هذا، إلا عندنا ما فعل عثمان رضي الله عنه. أكيد سيدنا عثمان يعني قال له: خير، ما الأمر؟ فذكر له ماذا سمع. ناس تقول: وأتموا الحج والعمرة للبيت، وناس تقول: وأتموا الحج والعمرة لله. بالله عليكم لو كان واحد منا مكان سيدنا عثمان ماذا يفعل؟ ليتصور كل واحد منا أنه مكان سيدنا عثمان ونقل له هذا الخبر على أمر على بعد ألوف الكيلومترات من المدينة المنورة، ماذا يفعل؟ لو كنت أنت أو لو كنت أنت يا أختي، ماذا يفعل الإنسان؟ الذي فعله عثمان رضي الله عنه هو أنه أراد أن يعيد الأمة إلى النص الموثق المكتوب، إلى الصحف الصديقية البكرية المنسوخة من القطع النبوية. بعض الناس يقول: وأتموا الحج والعمرة للبيت، وبعضهم يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ما المكتوب هنا؟ ما المكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفض المجلس ورسول الله راض عنها؟ مكتوب: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن هذا هو الصواب. والثاني صاحبه واهم أو ناسي. الوهم والنسيان وارد، خاصة في أمة تعتمد على الذاكرة ولا تعتمد على الكتابة إلا قليلا. لذلك سيدنا عثمان أرسل إلى أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها: أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. فأرسلت أم المؤمنين الصحف إلى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، فدعا عثمان زيد بن ثابت نفسه. أرأيتم سيدنا زيد بن ثابت هذا الدور العظيم الذي خبأه الله له، كتب القرآن العظيم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتبه مرة ثانية بين يدي سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وفرغ المصحف كاملا من القطع النبوية. ثم ها هو الآن يدعوه عثمان بن عفان رضي الله عنه ويحضر له الصحف الصديقية التي كتبها زيد نفسه، وشكل لجنة قرشية برئاسة زيد بن ثابت الأنصاري
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وطلب من زيد ومن تلك اللجنة أن ينسخوا من هذه الصحف الموثقة عدة نسخ ويراجعوها ويدققوا ويصححوا. ثم بعد أن انتهت تلك اللجنة من هذا العمل الجليل، أرسل سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى كل مصر، يعني إلى كل تجمع سكاني في بلاد المسلمين، أرسل إلى نسخة إلى الكوفة ومعها مقرئ يقرئ الناس، ليس نسخة ورقية أو من رق الغزال، جلد الغزال يعني وفقط، بل معها قارئ يقرئ الناس بما في هذا المصحف. إذن منطوق ومكتوب. نسخة إلى البصرة، نسخة إلى الكوفة، نسخة إلى الشام، نسخة إلى مكة، نسخة إلى اليمن، ونسخة إلى البحرين، وأبقى في المدينة نسختان، نسخة لعموم المسلمين، ونسخة خاصة بقيت عنده رضوان الله تعالى عليه. وطلب من المسلمين فقال: اعرضوا ما بأيديكم من قرآن مكتوب، من مصاحف، اعرضوا ما بأيديكم على هذه النسخ الموثقة، فما وافق فأبقوه، وما خالف فحرقوه. هذا هو الحل الذي ليس ثمة حل أفضل منه. لذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه يقول: لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لصنعت ما صنع، بمعنى ما كان هناك حل أفضل من هذا الحل. فصار المسلمون يعرضون ما بأيديهم من رق الغزال أو أجزاء من المصاحف على تلك المصاحف الموثقة، فما كان منها موافقا أبقوه، وما كان منها مخالفا أتلفوه حرقوه، وصاروا ينسخون من تلك النسخ الموثقة. ما هي المرحلة التي تلت ذلك وكيف تم ذلك واللوحات نراها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. وقف بنا الحديث قبل الفاصل عند مرحلة أن المسلمين عرضوا ما بين أيديهم وما كان معهم من قطع من جلد الغزال أو غيره من القرآن المكتوب على المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الأمصار، إلى التجمعات السكانية الكبيرة في عهده، فصاروا يعرضونها، فما كان موافقا لتلك النسخ الموثقة أبقوه، وما كان منها مخالفا حرقوه، ونسخوا نسخا جديدة من تلك النسخ الموثقة. هذا العمل الجليل حفظ على الأمة الإسلامية كتاب ربها سبحانه وتعالى.